يا صباح الروقان والجمال والحلويات. شايفين؟ يعني أول مرة أحس إن أنا إنسانة عايشة على قيد الحياة وليا حق إن أنا أفطر. أنا مش من النوع اللي بيفطر ولا من النوع اللي أول ما بيصحى بيجوع، بس المنظر ده أكيد هيفتح نفس ناس كتير لو شافته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة ودايما زايدين مش ناقصين يا رب. وحشتوني جدا من آخر فيديو، ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض. دلوقتي أنا عايزة أقول لكم عملت زي عيش، بس هو مش عيش، يعني هو مش من النوع اللي بيقب في الطاسة وكده، أو هو ما قبش معايا. مش عايزة أقول أنا فشلت، بس لما فتحته بالسكينة اتفتح معايا وتمام، بس هو طعمه لذيذ جدا. مبدئيا كده ما تنسوش اللايك بتاعي والكومنت الحلو القمر اللي بيطلع منكم، يا رب يسعدكم دايما، وزي ما بتكبروا بخاطر الناس يا رب يكبر بخاطركم. ونبدأ الفيديو بتاعنا. لو حد مثلا نفسه رايحة لمعجنات، لحاجة تفتح نفسه، عندنا أطفال عايزين ياكلوا معانا، أنا عملت حاجة في منتهى البساطة والسهولة. هو دقيق وخميرة ورشة ملح ورشة سكر ومية دافية للعجن. عملت بالظبط 3 كوبايات دقيق، وخدوا معايا حوالي كوباية الا ربع مية دافية، وحطيت عليهم معلقة كبيرة خميرة، مخدتش الباكت كله. بدوب أول حاجة الدقيق بالمكونات الجافة الأول، وبعد كده هضيف المية وهبدأ أعجن واحدة واحدة. وطبعا ما ننساش ان المعجنات بتاعتنا والمخبوزات بتحب العجين الكتير، يعني نعجن فيها كتير جدا على قد ما نقدر. من الآخر كل ما هتخدميها عجينة، ومننساش معلقة الخل بتخلي العجينة هشة وطرية ولونها حلو. كل ما هتعجني وتخدميها كل ما هتديكي نتيجة كويسة، وتسيبيها ترتاح. حتى لو ما فيهاش خميرة، المعجنات لازم نسيبها ترتاح قبل ما نديها فينش التسوية. للأسف أنا اكتشفت إن الموبايل ما بيصورش وأنا بسوي العجينة معايا أو العيش ده، اكتشفت إن هو ما بيصورش وأنا بسويه على الطاسة. بس مبدئيا أنا سويته على طاسة على البوتاجاز من فوق، طاسة سخنة جدا، وبعد ما بتسخن معايا بقوم موطية النار، بخليها هادية، وبسوي بقى على كل جانب حوالي 3-4 ثواني على كل جنب بس. وطلعت معايا، حشيتها جبنة وشربت معاها كوباية الشاي الحلوة القمر دي، وألف هنا عليكم لو عجبتكم. يعني هنا طبعا هاخدكم معايا كده، شفتوا الصالة عاملة ازاي، جميلة ومتظبطة ومتروقة آخر نظافة، يعني ما اقولكوش. هنا أنا لميت الغسيل من على الحبل طبعا، وبطبقه. يعني أنا بحب مرحلة إن أنا أقعد أطبق في الغسيل، بس ممكن بقى أسيبه مكانه 2-3 يرجع يتبهدل تاني كأني معملتش حاجة. فأنا بطبقه وبروقه، لأن موضوع تطبيق الهدوم ده والترتيب بحسه مريح نفسيا. يعني معرفش مين زي كده، بس النظام حلو. يعني ربنا خلقنا من الفطرة كده بنحب النظام، والنظام أصلا بيريحنا. أي بني آدم على وجه الأرض أيا كان جنسه ايه دينه ايه، النظام مريح لأي بني آدم وبيريحه نفسيا. حتى هو بيبقى قبل النظام حاجة، بعد النظام بيبقى حاجة تانية. وأكيد مش نظام الهدوم بس، نظام البيت، نظام حياتنا. جربوا يا جماعة لما تبقوا مخنوقين، قوموا تمشوا، قوموا اعملوا أي حاجة، روقوا في البيت. ده بيفك معانا جدا، يعني بجانب طبعا أهم الصلاة والذكر والاستغفار. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب، ويرزقنا رؤيته وشفاعته في الجنة، اللهم آمين. ويا رب فك كرب أهلنا في غزة يا رب يا رب يا رب يا رب، عاجلا غير آجلا، اللهم آمين. واللهم لا يستبدلنا، يعني ربنا يستر، ربنا يستر، الواحد مش عايز يحكي. فعلينا هنا روقت الهدوم ورتبتها. طبعا شايفين الفرق، يعني فرق واضح. الغدا بتاعنا النهاردة هو غدا على قد الإيد وأرداحي شوية، بس جميل والله ولذيذ. يعني على قد ما الأكل مش شرط يبقى لحمة، فراخ، سمك، كوارع، لازم نغير عشان توحشنا الحاجات الحلوة. يعني دايما في مثل بيقول لو مفيش مر مش هنعرف طعم الحلو، ولو مفيش صعوبة في الدنيا مش هنعرف سهولة.
ودايما الحاجة الحلوة او حياتنا بتبقى احلى بالرحلة نفسها، مش في ان احنا صعدنا خلاص ووصلنا لهدفنا، لا، لازم نطلع السلمة. هي المتعة في الطلوع، والمتعة في انك ازاي بتعدي، وما بنعديش طبعا بشطارتنا، يعني دي بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ولو ما توفقناش في حاجات في حياتنا بنتمناها، اعرفوا ان ربنا شايل لنا خير اكبر واحسن في حاجات تانية احنا بجد هنبقى محتاجينها في وقتها. يعني مش بمجرد مثلا ما انا تمنيت حاجة او داخلة مثلا على مهمة في حياتي وعايزة انجزها وعايزة اعملها، وظيفة جديدة، حاجة اعلى، ما توفقتش فيها، اعرفوا يا جماعة ان هي ما كانش ضرورة لينا، يعني ربنا اللي علم الغيب. بنعرف ده بعدين لما بنتحط في موقف اصعب من ده بكتير، تبص تلاقي توفيق ربنا جه في وقته، جه في ميعاده. مننساش هنا فنجان القهوة طبعا، اوعوا تفتكروا ان انا بنساه، انا معرفش اعيش يومي من غيره بجد. نفسيا الواحد خلاص حاسس انه من غير القهوة ما بيعرفش يتعامل حقيقي. الحمد لله على نعمتها يعني. وعلى فكرة هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي جدا جدا، بس مش اكتر من فنجانين في اليوم. يستحسن اخر فنجان قهوة نشربه ما يكونش يعني من بعد المغرب، اخرنا قوي قوي يستحسن عند العصر، ما لحقناش نشربه على العصر، بس ما ينفعش من وقت المغرب نشرب قهوة، هتعمل أرق وهتعمل تعب. في ناس ما بتتأثرش، دول كأني مش بقول لهم أي حاجة، انتوا تشربوا القهوة حتى الساعة 2 بالفجر يعني عادي. في ناس كده كتير، أولهم جوزي يعني يشربها وعادي كأنه بالعكس هو خد منوم أصلا، ما بيفرقش معاه القهوة ولا شاي ولا أي حاجة، الحمد لله. يعني عشان إيه مش كل شوية شاي قهوة شاي قهوة. تمام. هنا أنا الغدا بتاعنا هو فول بطماطم، عادة أنا بعمله يعني في أغلب الأحيان بعمله ببصل وفلفل وطماطم، تشويحة بسيطة، وبنزل بالفول غلوتين وبناكله بالهنا والشفا، عشان يبقى خفيف مش طبخة يعني، لا بصفر البصل ولا لا. طب المرة دي أنا عملته بتوم، بيبقى طعم جدا والله، لما أديلي فترة طويلة بعمله بالبصل بس. طعم التوم برضو حلو، بحس إن فيه كده حرش بطريقة لذيذة، حلو جدا يعني. المفروض كنت اقلل التوم اكتر، يعني اقل من كده، لان ده كيس فول واحد. انا بحب الطماطم كتير، بس دلوقتي ما كانش عندي غير الطماطمتين دول فعملت بيهم. لو في اكتر هنزود واحدة بس هتبقى احلى. وما نخليش التومة تصفر ولا نخلي الطماطم يعني تتطبخ، تشويح التوم على تشويحة الطماطم، ونخلي الفول ينزل مع الطماطم، تبقى يعني أكلة ني في ني، يعني سهلة خفيفة على المعدة، لأن الفول أصلا بيتعب القولون، فلما يبقى الأكلة خفيفة هتبقى حلوة. على فكرة دي تركات اتعلمتها في الغربة، بدل ما ندق التوم في الهون وكده ويتوسخ لا، بدق لو فصين توم قليلين زي ما انتوا شايفين كده في كيس كبير شوية وندقه بالتوم، ناخد التوم نرمي الكيس، والايد الهون نفسها نظيفة والهون نفسه نظيف، فمش هنهدر اي مواعين ولا اي حاجة ولا طاقة. فجربوها يا جماعة، لو فصين توم هتبقى في كيس، لو توم كتير يبقى طبعا الهون ده مهمته. هنا بحمر البطاطس، وكنت حمرت البتنجان على تشويحة التوم والفول والطماطم. تعالوا يا جماعة اتفضلوا معانا، ألف هنا والله، مش بعزم يعني، لو لو في الإمكان تمام يعني. ما تنسوش لو انتي أول مرة بتشوفي القناة وعجبك الفيديو، اشتركي في القناة فضلا وليس أمرا. لو حابة تشوفي فيديوهاتي كتير، لو حاسة ان انتي مستمتعة وانتي بتتفرجي على الفيديو، اتمنى ان انتي تتابعيني وتشرفيني طبعا وهتنوريني، وتكتبي لي كومنت حلو كده عشان ارحب بيكي بطريقتي. طبعا يا جماعه انتوا نورتوني، واي كومنت حلو بجد بيحسسني قد ايه ان الفيديو بتاعي امتعكم وحسسكم ان هو اداكوا طاقه. تنسوش اللايك الحلو، ولا تنسونا من صالح دعائكم. كده اكون خلصت الغدا بتاعنا، الغدا اللذيذ السهل السريع، وبجد نورتوني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا دمتم سالمين، مع السلامة.